اهلا بيكم في فيديو جديد مع مهندسة الديكور لميا حسن. تعالوا النهاردة نتكلم عن ازاي نقدر نختار باليتة الالوان بتاعة البيت بتاعنا او حتى اوضة واحدة من البيت. ايه اللي لازم نراعيه واحنا بنختار الوان البيت بتاعنا؟ اولا بشكل عام لازم يكون في ربط بين الالوان ما بين البيت كله، حتى لو كان ربط بسيط، يعني حتى لو كان نوع معين من الاكسسوارز او واحدة من الاكسسواري في اوضة بترد على حاجة تانية بره في الريسبشن او كده، فلازم يكون في ربط بشكل عام في البيت. الالوان الحوائط بشكل عام في خصوصا المكان المفتوح على بعضه، يعني لو عندنا ريسبشن، لو عندنا اوبن كيتشن، لو عندنا كده، لازم كل دوت يكون في ليه علاقة مع بعضها في الحيطان على الأقل في الحوائط، وطبعا في ألوان الستاير وفي الألوان الموبيليا لازم يكون في علاقة لو المساحة مفتوحة. ولو مقفولة برضو لازم عينيكي تبقى وهي خارجة من مكان وداخلة على أوضة تانية تبقى برضو لسه في علاقة ما بين الألوان هنا وهنا، يعني وما نكترش قوي في الالوان. وبعدين على اي اساس هنختار اللون؟ بنختاره على حاجتين ثلاثة. اول حاجة الوظيفة بتاعه المكان، يعني اوضة النوم هتبقى غير المطبخ، غير اوضة بتاعه مذاكرة ولعب للاطفال، غير الليفينج اللي هنقعد فيه ونتفرج على التلفزيون او في مكان عايزين نقرا. كل حاجة ليها الالوان والمود المناسب ليها. والوظيفة تاني حاجة المود بتاع اللون اللي احنا عايزين نختاره في بيتنا، يعني احنا عايزين مكان هادي قوي، عايزين مود دافي، عايزين مود بارد، عايزين احنا مثلا عندنا شاليه على البحر ولا حاجة، عايزين هنفرش مثلا كلاسيك ولا هنفرش حاجة مودرن قوي او كونتمبرري خالص. فكل دوت هيأثر كتير قوي معانا في طريقة اختيارنا للألوان بشكل عام في البيت. يعني لازم يكون في تناسق بين كل الألوان بتاعة البيت، وخصوصا في الأماكن المفتوحة على بعض في البيت. تاني حاجة بنهتم بيها جدا هي كيفية اختيار لون الحوائط. لون الحوائط بيبقى مهم قوي ان احنا نختاره وخلاص. بعد ما نختار لون الحائط لازم نجربه على الحيطة، يعني ما ينفعش ان احنا عجبنا في مكان، اولا الاضاءة بتاعتنا مختلفة عن المكان اللي احنا اشترينا منه الدهانات، فلازم نجربه في الاضاءة بتاعتنا. هل الاضاءة بتاعتنا الصناعية اللي هي الكهرباء، يعني احنا اخترناها لون اضاءة دافية وورم ولا كول، يعني الابيض ولا اللون الاصفر، فده طبعا هيأثر على اللون كتير جدا. والاهم من كده، هل البيت نفسه فيه اضاءة طبيعية جامدة ولا لا؟ لان لو البيت فيه اضاءة طبيعية عالية، الشمس بتدخل بتفرشه بشكل كويس، فاحنا كده بسهولة نقدر نحط لون غامق في حيطة كأكسنت، يعني على أساس إن هو اللون هنا مش هيبقى غامق أوي، هيفتح شوية مع الشمس ومع الإضاءة الجامدة. إنما لو إحنا حطينا لون غامق والإضاءة الطبيعية مش كفاية، هنبص تلاقي الغامق بقى أغمق من اللي إحنا محتاجينه او اللي عيننا اخترناه. فعلى الاساس دوت احنا المفروض ان احنا بنجرب عينة على حيطة طبعا متشطبة ومعمولة معجون وكل حاجة، مش على المحارة، علشان نعرف اللون النهائي هيبقى ايه. وبرضو ما نديش وش واحد، لازم ندي وشين ونستنى النتيجة، لان ده اختيار الحيطة. يعني اول ما تشتري الكمية دي كلها هنضطر ان احنا نستعملها. ده بالنسبة لاختيار الحوائط. في حاجة تانية برضو بتأثر عموما في اختيارك لألوان البيت، مش بس الحوائط. المكان اللي انت بتفرشيه مكان صغير ولا مكان كبير؟ يعني المكان الكبير هنحتاج ان احنا ندفيه بألوان اللي هي الألوان الدافية، اللي هي بتبتدي من الأحمر وبتنتهي عند الأصفر. فطبعا مش هنستخدم أحمر كأحمر يعني، بس هنستخدم الشيدز بتاعته أو الدرجات بتاعته. كمان
هنستخدم كام لون. يعني مثلا في ناس بتحب تختار 3 ألوان بجنب اللون المحايد اللي هو الأساسي في البيت. لو 3 ألوان هنستخدم النسب ايه؟ ما ينفعش نستخدم ال3 ألوان بنسب كل واحدة التلت، لا، لازم في واحد غالب جدا وفي واحد بعديه بشوية، مثلا يعني 61%، 31%، والأخير هيبقى بنسبة صغيرة قوي. ودول بنستخدم لما بنيجي نستخدم 3 ألوان غالبا بنستخدمهم ال3 ألوان المجاورين لبعض في عجلة الألوان. مثلا في طريقة تانية، في ناس بتستخدم عجلة الألوان عن طريق ان هي تستخدم الألوان اللي هي متضادة مع بعضها، اللي هي اللون واللي قدامه خالص في العجلة. بس ده طبعا لازم، لان ده بيبقى فيه تضاد عالي قوي، فيه كونتراست عالي قوي، فلازم نبقى حريصين جدا واحنا بنستخدمه، مش بكميات كبيرة يعني. في ناس بتحب تستخدم اللون الموحد او لون واحد بس، يعني بس بدرجاته. طبعا مش هنستخدم مثلا درجة وكلها في البيت كله، فطبعا هتبقى مزعجة قوي ومملة جدا. انما ممكن لون واحد ونستخدم درجات منه كتيرة، بيبقى فعلا جميل وكويس. بس على حسب، هل الشخص بيمل بسرعة فمحتاج حاجات بوب كالر اكتر وكده ولا لأ. فكل واحد على حسب شخصية الناس اللي موجودة في البيت، على حسب شخصية ولادك أو ولادك، على حسب كل حد موجود. يعني في ناس بتزهق بسرعة قوي، في ناس بتحب الحياة الأكتف، في ناس بتحب الحياة الناعمة قوي رومانسية، في ناس بتحب اللون الأبيض والأسود بس وخلاص. فأنت عايز ايه؟ ده مهم قوي. مش مهم خالص الموضة ايه، لأن الموضة دي خصوصا ألوان الحوائط وكده دي بتتغير بسرعة جدا. فالمهم انت هترتاح في ايه، لانك انت مش هتدهن البيت كل سنة، ومش هتغير عفشك كل 3 سنين. في حاجات بتفضل لوقت طويل، فالمهم انت تكون مرتاح جدا لاختيارك وعارف انت هتجيبه لايه وتستعمله ازاي. توزيع الالوان بشكل عام الافضل ان احنا نستخدم الوان محايدة، مثلا في الكنب، في الكراسي، في السرير، في الحاجات الأساسية الكبيرة. والأكسسوارز بس هي اللي نبتدي نغير نحط فيها ألوان قوية أو ألوان إحنا حابينها، لأن لو زهقنا منها سهل أوي إن إحنا نغير كم مخدة أو حتى الستاير أو كده. برضو الأكسنت وول بنختار في الدهانات بالكتير قوي حيطة واحدة. لو احنا مش هنعمل كلهم زي بعض هنختار حيطة واحدة بس لون، ولون ما يكونش يزهقك بعد فترة او يعمل لك مشاكل وقلق نفسي بعد فترة. يعني في ناس بتتكلم ان اللون البنفسج او اللي هو البيربل يعني بيعمل اكتئاب وحاجات زي كده، فما فيش داعي ان احنا نحطه، ولو حطيناه هنحطه بكمية صغيرة. الأصفر لون مثلا بيبقى بيساعد على ان الواحد يبقى انشط وبيساعد على التركيز، فممكن ناخد تون منه او درجة منه نحطها مثلا في المكتب او في غرفة الاطفال او في مكان عايزين فيه نبقى اكتف اكتر. بالنسبة لحجرات النوم اللون الاخضر والدرجات اللون الاخضر من الالوان المريحة قوي قوي في اوض النوم بالذات. اللون الازرق في الليفينج روم برضو بيبقى كويس جدا. المهم هتستخدم الازرق مع ايه؟ هل انت هتستخدم معاه مثلا لون مضاد، ولا درجاته هو نفسها، ولا كلها الوان محايدة هنحط بس اكسنت كالر واحد بس؟ فكل دوت بيبقى مهم ان احنا نحطه في الاعتبار بتاعنا جدا. طيب ايه هي فكرة الالوان اساسا؟ الالوان اساسا جاية او عجلة الالوان جاية من اولا 3 الوان اساسية، اللي هو الازرق والاصفر والاحمر. يعني ايه اساسية؟ يعني ما نقدرش نخلقها، يعني لما نضيف لونين على بعض ما يعمليش احمر، ما فيش حاجة نضيفهم على بعض يعمل لي احمر. ففي احمر، اصفر، والازرق، دي الاساسيه. لو حطينا اي 2
على بعض هيدوني من الأساسية هيديني ألوان فرعية، اللي هو لو حطينا الأحمر على الأصفر هيديني أورنج، لو حطينا الأصفر على الأزرق هيديني أخضر، لو حطينا ايه تاني الأزرق على الأحمر هيديني اللون البيربل أو الموف. طيب في بعد كده في ألوان اسمها الألوان الوسطية. ايه هي الألوان الوسطية؟ اللي احنا لو ضفنا لون أساسي على لون فرعي هيدينا اللون الوسطي، اللي هو بتبقى في العجلة الألوان فيها 6 ألوان وسطية. طيب ايه هي كلمة شيد من اللون أو تون من اللون أو تنت من اللون؟ عشان نبقى عارفين ان لما بنروح بنلاقي درجات كتير قوي في من كل لون بتبقى طالعة ازاي. يا اما بنضيف اسود بس على يعني نقط يعني سودا على اللون فبتدي شيد، لا او بنضيف ابيض بس فبيدي تنت، ولو ضفنا ابيض مع اسود على اللون الاساسي او اي لون فبيدينا التون. فهو ديت لو عشان نبقى عارفين احنا ما نسمع الحاجات دي نبقى عارفين ايه هي التعريف بتاعها. الكومبلمنتري كولر اللي هو الالوان المتضادة في العجلة، يعني اللون واللي قدامه من ناحية تانية. لو حطينا مسطرة على العجلة الألوان كده وبخط مستقيم هتكون هو اللونين اللي قدام بعض هما اللونين الكومبلمنتري، ودول بيبقوا حلوين لما بنستخدمهم بالذات في المخدات، مثلا عايزين نحط ثرو ولا حاجة على الكنبة أو على السرير، فده بيبقى مفيد جدا ان احنا نستخدم الدرجات دي. والافضل طبعا ان احنا ما نستخدمش الالوان الصريحة في البيت، يعني الاحمر كاحمر والازرق كازرق وكده، الافضل ان احنا نستخدم منه الدرجات سواء شيد او تون او تنت. بعد كده هنشوف كمان ازاي نقدر ان احنا نستخدم دوت بدون تأثير على ان هو يكبر او يصغر، يعني نستعمله ان احنا في تكبير الأماكن الصغيرة. الأماكن الصغيرة لو استخدمنا فيها لون غامق والإضاءة بتاعة المكان صغير يبقى احنا كده عملنا غلطة مزدوجة، يعني ان احنا المفروض ان احنا ما نستخدمش الألوان الغامقة قوي في الأماكن الصغيرة، وخصوصا لو المكان الصغير الإضاءة فيه قليلة ما ينفعش كمان نستخدم فيه لون غامق فيبقى غامق قوي، طبعا يبقى احساس بالاكتئاب سهل قوي في المكان دوت. فلازم نراعي وظيفة المكان، ولازم نراعي المود اللي احنا محتاجينه، ولازم كمان نراعي ازاي احنا شدة الاضاءة اللي موجودة، سواء الاضاءة الطبيعية والاضاءة الصناعية. لو اخترنا الورم كولر هتأثر على اللون اللي احنا مستخدمينه، ولو استخدمنا الالوان الكول الاضاءة الكول هتبقى برضو هتأثر على الالوان اللي احنا بنستخدمها. فنصيحة تاني هرجع اكررها، ان احنا علشان نختار لون حيطة لازم نجربه على الحيطة في البيتنا احنا بالإضاءة اللي موجودة في الأوضة اللي احنا هنحطها فيها، لأن في أوض بتبقى شرقية وفي أوض ما بتدخلهاش الشمس ولا الإضاءة، في أوض شبابيكها كبير، في أوض شبابيكها صغيرة، فلازم تجيبي عينة وتجربيها على الحيطة. برضو لو انت هتفصلي سواء ستاير أو موبيليا زي الكنب والكراسي، الافضل انك انت تجيبي عينة من القماش وتشوفيه في الاضاءة بتاعة المكان نفسه هيبقى شكلها ايه، هل فعلا هي نفس اللي انت شفتيها في المحل. طبعا المحل عادة بيستخدم الكول كولر كور لايت اللي هي بتبقى الاضاءة الباردة، فبالتالي معظم البيوت بتستخدم الورم لايت كولر، فبتبقى هتلاقي اختلاف. فمهم قوي ان احنا نروح نتفرج ونجيب حاجتنا ونشوفها الصبح ونشوفها كمان بالليل ونحكم هل هو ده مريحنا فعلا فناخد قرار الشراء ولا لا. يا رب اكون عرفت اغطي موضوع الالوان، والمرة الجاية ان شاء الله نتكلم عن اختيار الوان الحوائط بشكل خاص جدا. شكرا ليكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب،
وإلى اللقاء في فيديو جديد مع كل ما يخص الديكور مع لميا حسن.